بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ففي الموت عظة وتذكير وتنبيه وتحذير، وكفى به والله من نذير. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق. مات فلان حركوك قلبوك كلموك حملوك، عاينت الموت بعينيك، ألقيت آخر النظرات. ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه، تقيم به إلى يوم الحساب، تقيم به إلى يوم الحساب. إنه الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. إنه الموت. هذا يموت في سريره، وآخر بمرض، وثالث بسكتة، ورابع في حادث مروع، وهكذا تعددت الأسباب والموت واحد. فاسأل نفسك على ماذا ستموت. اللحظة الأخيرة، وما أدراك ما اللحظة الأخيرة؟ إنها لحظة الممات، إنها لحظة البعد عن اللذات ومفارقة الشهوات، إنها اللحظة التي تبكي كل صغير وكبير وأمير ووزير وملك وحقير، إنها اللحظة التي تقف أمامها كل العقول عاجزة تفكر في مشيبك والمآب، ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه. هكذا اللحظة الأخيرة تمر على الإنسان، فإما أن يوفق فيها إلى خاتمة حسنة، وإما أن يموت على غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب. أقبل على الله، ارجع لتكن التوبة صادقة، وليكن هذا الكلام الذي تسمعه مني هي بداية ميلاد جديد وحياة جديدة بينك وبين الله جل وعلا. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا، اللهم لا تمتنا إلا وقد أحببت لقاءنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، وخير أعمالنا آخرها، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم يا رب نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك قد يدل على الصواب، خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك قد يدل على الصواب، خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب، لضاق بنا الفسيح من الرحاب. ينادى في صبيحة كل جوال الخير، عطاء متجدد.